معلومة تانية، في سمكة داخلة كتيرة، في سمكة يا جماعة داخلة كتير. النيل داخله سمكة كتير جدا الأيام دي، فالسمكة دي بتدخل في الفروع وتخش بقى في الفروع اللي بتطلع على ضمره والمحيط والجماعة والحتت دي، فالسمكة بتدخل كله واصل ببعض. والمزارع فيها سمكة كتير الأيام دي، أنا لما دخلت شفت سمك كتير. أنا يعني أنا لاحظت ده فعلا، ففي خير والله يا جماعة، إن شاء الله في خير في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي المحترمين، أحسن ناس في الدنيا، وحشتوني جدا جدا والله. طبعا أنا بعتذر جدا عن إن أنا كنت مختفي الفترة اللي فاتت، لكن مش مختفي يعني هنا عن اليوتيوب، لكن كنت معاكم على الجروب يعني، وبشغل كده كل مادة يعني، فأنا بعتذر. وطبعا ما كانش حد بيصطاد قد كده، فعادي يعني عدوها يعني. لكن انا دايما معاك في الاوقات اللي زي ديت، اوقات الاعياد والمناسبات وفي الموسم ببقى معاك، وبحاول ابقى مؤثر بقدر ولو حتى بسيط يعني في مصلحه ليك يعني. فان شاء الله رب العالمين. انا بس عايز اقول لكم شويه حاجات كده بناء على ان احنا هنصطاد في العيد وكده، فخد بالك من الايه، من البقين دول كويس. انا رحت المزارع حوالي 3 4 5 مرات، لفيت تقريبا نصها، تمام، وباقي بس يومين كمان اهو اقدر الف النص التاني. والله يعني انا اسمريت يا جماعه، انا كنت ابيض اسمريت خالص بسبب اللف يعني، انا ما اصطدتش ماشي، بس هصطاد. المهم فشفت الطرق، شفت الميات اللي بتاكل ازاي، ما بتاكلش الميات اللي هي بتاكل طعم احسن، الميات اللي بتطلع سمكه كبيره بالطعم، الميات اللي هي ممكن تلاقي في الغله العجينه عامله ايه. هندخل الطريق من هنا من هنا من هنا، كل ده عملته، وصورت فيديوهات كتير جدا جدا جدا، وعملت لوكيشنات من اغلب الاماكن، مع ان ضد اللوكيشن ده جوه المزارع لانه ساعات بيتوه، لكن انا برضو هحط لك اللوكيشن واحاول ان انا اوصلك برضو في نفس الوقت. تمام، يعني انا مش هسيبك ابدا يعني. بس في حاجه هتحصل، لو علم الغيب طبعا، بس هي هتحصل ان شاء الله يعني. يوم الاثنين في مطره، يوم الاثنين اللي جاي، النهارده السبت، بكره الحد، انا رايح بكره المزارع برضو، هبص بصه كده على كام حاجه، وبعدين يوم الاثنين في مطره. تمام، المطره دي هتعمل حاجه يا جماعه، هي ما تقلقوش، هي هتبقى مطره وممكن تبقى جديده شويه، لكن ما تقلقوش خالص، مش هتعمل اي مشاكل، هتطلع برضو بعد العيد. بس اسمع بس الحاجه دي. طبعا الطريق الاسرائيلي يا جماعه، ركز ركز، الطريق الاسرائيلي من عاد دولي، احنا معظم صيادتنا في منطقه علي سلامه. منطقه علي سلامه دي بتبدا من عند الكوبري الثاني اللي هو بيدخلك على السواقي، لحد الكوبري الرابع والخامس اللي هو الرابع، دي نهايه منطقه علي سلامه، كل دي ارض علي سلامه. ايه الموضوع؟ السكه الاسرائيلي كانت معضعضه بقى ومدردره وحالتها حاله بسبب طبعا الشتاء اللي فات والكلام ده كله، وهم بيجربوا كل مدى كده، لكن التجربه الاخرانيه دي بيبقى فيها معضعضه برضه. خلاص، طيب، كنت انا عامل حسابي ان انا ادخلكم من اماكن تانية بحيث ان ايه، تهربوا من موضوع السكه البايظه دي. ركز في دي عشان في نقطه مهمه. خلاص، انا هوصف لك برضو الاماكن دي، واحط لك اللوكيشنات بتاعتها، وادخلك ازاي، واديها لك، وانت براحتك تروح هنا وتروح هنا. الشتويه بتاعت يوم الاثنين دي هتعمل ايه؟ هتبل الارض، هتعمل طينه، صح؟ معانا التلات والاربع، وتاني يوم العيد الخميس. هتقول لي مش هلحق اصطاد واروح الدنيا بايظه؟ لا لا، هتروح تصطاد وهتبقى الدنيا حلوه، مفيش مشاكل. بس في اليومين دول العربيات هتمشي وهتعمل مدق ناعم، مدق ناعم للعجل بتاع العربيات، فممكن ممكن انت تدخل من على اسرائيل برضو، علشان يعني ايه، دي ملحوظه، ممكن تدخل على اسرائيل، بس السكه بدل ما هتبقى معضعضه لانها نشفت، لا هتتبل تاني، فالعجل هيمشي، فهيعمل مكان للعجل، العجل مش هيمشي في خط واحد، عجله كده وواحد هيجي وراه يمشي كده، يعملوا جزء كبير كده واسع تقدر تمشي فيه. وما تقولش ان هي هتعمل بطن او كرش عالي كده في النص فيحك في ظهر العربيه، لا، مش هيعمل الكلام ده، مش هيعمل الكلام ده، هو فقط انا مش هتغرز لان السكه اصلا جامده. بصوا يا رجاله، السمكه بتاكل 30 40%. خلاص،
انا عايز اقول لكم حاجه، ان السمكه من نص شهر 2 لحد نص شهر 3 كانت فاتحه بقها شويه. خلاص. في الفتره دي كان الجو حر شويه، كان الشمس طلعت فتره طويله، وفي نفس الوقت السمكه ما دخلتش على موضوع البخه اللي هي بتاعت شهر 4 دي. حلوين لحد دلوقتي. فانت لو كنت شفت حد اصطاد والدنيا كانت مفتوحه قوي وفي صياده وفي سمك في الفتره اللي فاتت دي، فاعرف تماما اللي انا قلته ده هو ده السبب، ان الجو حر وان السمكه لسه ما دخلتش في موضوع الايه، البخ. خلاص. دلوقتي السمكه بدات تخش في موضوع البخ، فالدنيا بقت ايه، مش قوي. لكن اللي هتاكل معاك السمكه الكفافي، السمكه اللي ممكن الربع، ممكن اللي تحت الربع، السمكه الخنانيه، البليمي، الكلام ده كله هياخد معاك. هياكل معاك بايه؟ هياكل معاك بطعم، ده اساسي. تمام. وبجمبري برضو اساسي. خلاص. فانت لو ما عرفتش تجيب جمبري من على الدولي او من عند البورصه، او ما لقيتش او ما لحقتش، فانت تكون جاي من بيتك شاري طعم معاك ومحافظ عليه قوي، ولفه في فوطه منديه كده. خلاص يا جماعه، عشان برضو يعيش معاك. وحاول تعمله اجزاء، يعني الطعم اللي معاك تعمله حتت كده، كل شويه لوحدهم عشان ما تكشفش عليه وحراره ويسخن ويبوظ وكده. تاخد الجزء تشتغل منه، والجزء التاني سليم زي ما هو، انت حافظه برده في حته ظل او كلام من ده في العربيه او على خلافه، بحيث انه ما يسخنش ويحصل له اي مشكله برده. فانت جزأه لجزئين 3 بحيث ان ايه، ما يبص منك. دي برده نصيحه مني ليك يعني. والعده بتاعتك تكون خفيفه جدا، عود 3 متر اقصاها، يكون عود خفيف وطري وحلو كده عشان تقدر تستمتع بالصياده، عشان السمك اللي هيطلع ممكن يكون اغلبه سمك صغير. خلاص. ماشي. بس انت هتطلع تستمتع، وما تهجمش قوي على الصيد وتشيله وتحطه وكلام من ده، لا، الموضوع سهل خالص. اطلع بعودين 3. تمام. عده بسيطه، شويه اكل كده حلوين، واطلع ظبط حالك كده وتمتع باليوم ده، وخد فكره وحاول ان انت ايه، تمحي الجزء بتاع الكام شهر اللي فاتوا اللي قعدوك في البيت دول. حاجه كمان، نفترض ان الارضيه بايظه والميات مش عارفين ندخلها. لا، ما تقلقش، انا عندي ليك ميات بره، ميات هتروح تصطاد لو الدنيا بتشتي عليك وانت قاعد، ما تخافش. معلومه تانية، في سمكه داخله كتيره. في سمكه يا جماعه داخله كتير. النيل داخله سمكه كتير جدا الايام دي. فالسمكه دي بتدخل في الفروع، وتخش بقى في الفروع اللي بتطلع على ضمره والمحيط والجماعه والحتت دي. فالسمكه بتدخل كله واصل ببعض. والمزارع فيها سمكه كتير الايام دي. انا لما دخلت شفت سمك كتير. انا يعني انا لاحظت ده فعلا. ففي خير والله يا جماعه، ان شاء الله في خير، في خير. بس انتوا بقدر الامكان تحاولوا ان انتوا ما تزعلوش حد منكم هناك وخلاص. ونحافظ على الميات ونحافظ على نفسنا كلنا هناك. وان شاء الله دي هوايه حلوه وجميله، وان شاء الله كله هيتراضى. خلاص. وتحياتي لكم جميعا. سلام عليكم.